يا صباح الخير والنور والسرور والفل على حضراتكم جميعا. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد النبي الأمي الكريم. تطورات جديدة، تطورات مهمة في قضايا عصرية، قضايا آنية، وأخبار حصرية وعاجلة. هنتعرف في هذا الفيديو على تفاصيل وسبب القبض على رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز ولاعب النادي الأهلي السابق، وصهر شريف إكرامي عقب أو أثناء عودته من تركيا مطار اسطنبول في مطار القاهرة وترحيله إلى مديرية أمن الجيزة. كمان هنتعرف على حقيقة القبض على مروة المزعومة أنها ابنة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وسر وتطورات هذه القضية وآخر الأخبار فيها بعد أن تقدمت الفنانة وفاء عامر بأربع بلاغات في مباحث تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية. الموضوع باختصار شديد فيما يخص رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز. رمضان صبحي مطلوب ضبطه واحضاره وهو راجع بينهي اجراءات العوده في مطار القاهره. اكتشف ضباط وسلطات الامن في مطار القاهره بانه مطلوب ضبطه واحضاره من النيابه العامه في ابو النمرس على خلفيه جنحه او اتهامه في جنحه في محكمه ابو النمرس بالتزوير. ايه القصه؟ ان هو كان في قضيه سابقه اثيرت خلال الشهور الماضيه ان هو اتفق مع حد يدخل مكانه الامتحان في معهد ابو النمرس، وبعد كده معهد تقريبا العلوم الاداريه، وتم اكتشاف القصه دي والقبض على منتحل صفه رمضان صبحي وقت ذاك. واعترف رمضان صبحي ان هو هياخد منه مبلغ مالي. القضيه تناولتها وسائل الاعلام ونشرناها، وتم التطور الجديد فيها ان النيابه العامه اصدرت قرار بضبط واحضار رمضان صبحي وهو راجع من اسطنبول في معسكر الفريق هناك بتاشيره سياحيه هو وشريف اكرامي صهره. تم استيقافه والقبض عليه وترحيله بالتنسيق مع مباحث الجيزه، ترحيله الى قسم ترحيلات الجيزه، ثم هيترحل خلال الساعات المقبله الى مركز شرطه ابو النمرس، ومن ثم الى النيابه العامه والجهات المختصه لاتخاذ الاجراءات في هذه القضيه وهذا التطور. عندنا قضيه بقى، قضيه الساحه المثاره والمهمه والترند الذي لا يهدأ تجاره الاعضاء. اتهام وفاء عامر الفنانه الكبيره، اتهام ام مكه البلوجر الشهيره على تيك توك، ام سجده الشهيره ايضا على التيك توك، وعدد من البلوجرات والاسماء الشهيره في عالم السوشيال ميديا بتجاره الاعضاء. ليه؟ واحده اسمها مروه ابنه او تزعم انها ابنه الرئيس الراحل محمد حسني مبارك من الفنانه ايمان الطوخي، وهذا الزعم او الادعاء حتى هذه اللحظه لم ينكره احد او لم ينفيه احد من عائله الرئيس الراحل، لا بشكل رسمي او عن طريق مصادر مقربه وموثوقه. حتى الان سكون وسكوت تام من الاسره تجاه هذا الزعم وهذا الادعاء. قالت مروه ان هي بنت الرئيس الراحل، وقالت كمان ان هي من الفنانه ايمان الطوخي. كنا عارفين في التسعينات او بدايه الالفينات ايمان الطوخي، الفنانه ايمان الطوخي هي بنت او هي زوجة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، واثيرت ايضا وقتها شائعات بان هو تزوجها في السر وان هو كان يروح لها في استراحه في الاسماعيليه ايام المحافظ الاسماعيليه انذاك عبد المنعم العمار. هذه الشائعه وقت ذاك في منذ عشرات السنين محدش نفاها ومحدش اكدها ومحدش اتكلم فيها. لتخرج علينا من جديد هذه الشائعه ولكن بطريقه اخرى ان واحده اسمها مروه تزعم ان هي بنت مبارك وبنت ايمان الطوخي، الفنانه ايمان الطوخي، وهي ما زالت على قيد الحياه، وايضا لم تنفي هذه المعلومه او تؤكدها، وقالت ان هي عندها تاكيدات ومعلومات ان هي على وفاء عامر ان هي بتتزعم شبكه تجاره الاعضاء مع ام سجد او ام مكه وزوجة ابراهيم شيكا وعدد من المشاهير التيك توك والبلوجرات، وقالت ان هم متهمين في غسيل اموال وتجاره اعضاء، وان الفلوس اللي جابوها والنقله الكبيره لهؤلاء من تجاره الاعضاء وغسل الاموال. التطور هنا بقى ان وفاء عامر رقم واحد تقدمت باربع بلاغات الى مباحث تكنولوجيا المعلومات، دي واحده. اثنين، ام مكه تقدمت ببلاغات ايضا. ثلاثه، في محامين تقدموا ببلاغات للتحقيق في الامر برمته. وفاء عامر وام مكه وغيرهم اتهموا مروه المزعومه بانها ابنه الرئيس محمد حسني مبارك الراحل بان هي بتكذب وتشهر وتسب وتقذف وتهدد وتبتز هذه او هؤلاء الشخصيات على السوشيال ميديا، وبتشهر بسمعتهم وسمعه عائلاتهم، وان هم اتهموها وطلبوا بمنعها من السفر، بالتحقيق معها، بالقبض عليها، باحالتها الى الجهات المختصه. فيما يخص المحامين بقى اللي هم طلبوا بالتحقيق في الامر برمته بان الاستبيان واستيضاح حقيقه تجاره الاعضاء وهذه المزاعم والتحقيق فيها ونفيها او دحضها او تاكيدها او اثباتها، ومن ثم التحقيق في هذا الامر بشكل كامل.
معلوماتي أن الأجهزة المختصة في وزارة الداخلية تحقق وتدقق هذا الأمر، ولا مجال لترك السوشيال في الفضاء وفي الخواء كده ينمو فما يشاء. دي واحدة. اثنين، الجهات المختصة، جهات التحقيق المختصة في النيابة العامة وفي مكتب النائب العام تحقق في هذا الأمر أيضا، وتستمع إلى كل ما أثير حول هذا الأمر. وأعتقد بنسبة كبيرة جدا جدا، إن لم يخب ظني، أنه سيتم القبض على المتهمين في هذا الأمر، إما بتجدير السلم العام والاجتماعي والأمن العام، أو بالقبض على مروجي الشائعات ومروجي الأكاذيب والخوض في سمعة الآخرين، ومن بينهم طبعا المزعومة مروة بنت مبارك. طبعا حتى هذه اللحظة في معلومات أو شبه معلومات أو أنباء تتردد عن القبض على مروة في منطقة سيدي بشر في الإسكندرية. حتى هذه اللحظة لم تؤكد مصادر رسمية حقيقة هذا الأمر. طبعا في خالد يوسف امبارح المخرج المعروف قال إن يعني كل اللي قالته قبل كده مروة ده حمادة، والاكاذيب الجديده اللي بتقولها حماده تاني خالص، وان هي الموضوع مش محتاج بلاغات، هيتم القبض عليها. نقابه الممثلين تضامنت مع وفاء عامر اكدت لي من ساعتين في اتصال تليفوني انه جالها اتصالات وتاكيدات انه تم القبض على مروه او هذه المزعومه او الفتاه. طبعا ايضا المعلومات برضو اللي عرفناها ان مروه دي مطلقه او منفصله عن زوجها وهو في الخارج، وان هي ليها ابناء، وان هناك خلافات وهناك مشاكل اسريه. خليني اقول لحضراتكم الموضوع جد خطير. كل الجهات الرسميه ومؤسسات الدوله، لان احنا في دوله قانون، بتحقق، بتدقق، بتفحص، رصدت. حاليا تقوم فرق من الجهات المختلفه على تفنيد كل ما ورد في هذه المزاعم وهذه الادعاءات. يعني ربنا يحفظ مصر. ومش كل اللي بيجمع شويه مشاهدات ولايكات ويعمل شويه فيديوهات باثاره البلبله، بالاكاذيب، بالفضح، بالعري، بالصوت العالي، بالزعيق، بالشتيمه، بالاهانه، بالاباحيه، بخدش الحق العام، يبقى مؤثر. المؤثر بجد هو اللي يصنع ما يفيد الناس. شكرا لحضراتكم. السلام عليكم.